أيها الأوفياء، مساء الخير. طولنا واقيلا شي شوية هذه المرة، أكثر من أسبوعين بلا تواصل. معليش، حكمت الظروف. توحشناكم الله بكل ما تحمل كلمة معنا، سواء تعليقات، سواء متابعة، سواء انتقادات، سواء تعقيبات، سواء حتى الناس اللي كيتلاقاو في الزنقة. فين غبرتي؟ علاش شحال هذه ما طليتي علينا من خلال يوتيوب؟ على العموم ما احنا رجعنا، أتمنى تكون عودة ميمونة لنناقش وإياكم دائما وأبدا ما يستجد من قضايا ما كيحكمنا حتى شي مجال. كنهضروا في كل شيء كما كتعرفوا، والحمد لله ما يثلج الصدر انه على الاقل كتلقى نفسك كتطرح بعض المواضيع اللي يا كتوضح فيها بعض الافكار يا تسلط الضوء على افكار اخرى، وفي نفس الوقت كيكون داكشي كينال رضا الناس، وهذا الحمد لله افضل ما كاين. موضوع اليوم اللي بغينا يكون هو موضوع العودة هو شيء هام جدا. أنا كان أعتقد توضحت من خلاله بعض الأمور. يتعلق الأمر باللقاء التلفزيوني لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على القناة الثانية مع رضوان الرمضاني. وليد من قطر إلى القناة الثانية، كل شيء كيعرف أو الأغلبية على الأقل أنه وليد الركراكي مع رشيد بن محمود مساعده، مع مجموعة من طاقم المنتخب الوطني، مع ناس من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانوا في قطر. زار المقر الإقامة ديال المنتخب الوطني اللي غيكون فيه الأسود في المونديال. زار ملاعب الثمامة والبيت اللي هي مباريات اللي راح تحتضن مباريات مجموعة المغرب. الملعب الأول سيكون هو ملعب البيت، ملعب جميل جدا بكل ما تحمل كلمة من معنى. ملعب تم تصميمه على غرار بيت الشعر كما يسمى في الخليج العربي. هذا نفتح عليه قوس. بيت الشعر هو تلك الخيمة البدوية التي كانت تنسج من خيوط شعر الخيل، وكان هو الحامي هو الحاضن لأسر الخليج العربي قبل هذا التطور. وآثرت قطر أن تنشئ ملعب على غرار الأصل، وفي الأصل الحكاية. فملعب جميل جدا بكل ما تحمل الكلمة المعنى، ورق تغيير الملابس يا سلام. على العموم قطر مستعدة يعني بكل ما تحمل الكلمة المعنى. اليوم وليد جاء وأعطى بعض الملامح، بعض الإشارات، بعض التفسيرات منذ معسكر إسبانيا، وحتى منذ تعيينه معسكر المعمورة إلى معسكر إسبانيا، انتهاء بأداء العناصر الوطنية في مجموعة من الأندية التي تلعب لها. باش نبداو بحديثه عن العمل المقتصر اليوم على المراقبة المتابعة عن بعد. أمر طبيعي. شفنا وليد في مباراة مثلا المحمدية والرجاء، شفناه في مباراة الوداد في دوري الأبطال. مجموعة من اللقاءات يحضرها الرجل لتتبع بعض العناصر المحلية على قلتها، ولكن أيضا هناك عاملين تقنيين في مسألة الفيديو، تقطيع ومونتاج للمقاطع، متابعة شخصية له لمجموعة من المباريات، لمجموعة من العناصر الوطنية. لقاءات مثلا أمين حارث مع نادي مارسيليا وجبده بالاسم، نصير مزراوي مع البايار، ياسين بونو مع إشبيليا. مجموعة من العناصر الأساسية التي تدخل في خانة ما قال عنه وليد 60%. الرجل قالها يعني بصراحة مع رمضاني إنه لن ننسى من أهلونا لكأس العالم، لن ننسى من تمكنوا من حصد النقاط، من تحقيق الانتصارات. غادي يكون منهم 60% في التشكيلة التي ستذهب للمونديال. وتحدث على أنه لا يمكن أن تتجاهل بما معناه عنصر كأشرف حكيمي يلعب في باريس سان جيرمان، لا يمكن أن تتجاهل عنصر كحكيم زياش ولا كياسين بونو. وليد حين سئل عن اللمسة، عن البصمة إلى غير ذلك، أكد على ما قاله في الندوة الصحفية هناك بعد المباراة الأولى أمام تشيلي. أكد على ما قاله الجمهور المغربي، الصحافة المغربية، على أنه كاينة واحد الروح جديدة في المنتخب الوطني. وبالفعل كاينة روح جديدة، بغينا ولا كرهنا. هذه الروح هي روح المجموعة. كاينة نجومية مشتركة للعناصر الوطنية، وهنا قد يكون هذا السلاح بيد وليد، لأنه حين سئل عن المنتخبات محدش يقدر ينكر أنه كرواتيا من أبرز المنتخبات العالمية في عالم كرة القدم. كرواتيا لعبت النهائي، كرواتيا مودريتش وراكيتيتش وبرزيتش وكوفازيتش، يعني أسماء
أسماء لامعة جدا في عالم كرة القدم، وتلعب في أعرق الأندية الأوروبية ولها مسار أكثر من مميز، فلا بد أن تحسب لها حساب. أثنى أيضا على بلجيكا، وهذا أمر مهم جدا. كننساو ولا كنتناساو كندا كما كنا في مونديال روسيا، كننساو ولا كنتناساو إيران. فإذا بإيران هي التي بعثرت كل أوراق المجموعة الخاصة بالمنتخب الوطني بعد هدف بنيران صديقة من بوحدوز. خسرنا المونديال منذ تلك اللحظة. كنتمنى ما نساوش كندا اللي عندها عناصر مميزة جدا، كندا اللي ولات كتصدر لاعبين القارة الأوروبية، كندا اللي عندها حارس مرمى مرموق من الصعب أن تسجل عليه لا بالطول الفارع ولا بالمهارات التي لديه في الذود عن عرين شباك المنتخب الكندي. المهم خلينا نفكر في كندا كما نفكر في بلجيكا ونفكر أيضا في كرواتيا. معليش، المهم وليد أشار أيضا إلى أنه هناك 40% هي التي تحت المنظار. هذه 40% هي اللي موجودة كانت في المعسكر اللائحة الموسعة 31، وهي التي ربما تطرق أبواب المنتخب يعني في اللحظات الأخيرة. اليوم نسمعوا أنه هناك إصابة لرومان سايس. نايف أكرد يستعيد عافيته ويلعب مع الأندر 23 أقل من 23 سنة في نادي ويست هام. مويس يقول يحتاج نايف للتأقلم نوعا ما واستعادة مستواه، فحبذا لو لعب مباريات مع الفريق الرديف، أمر مزيان بالنسبة لنا. نتمنى إن شاء الله أنه تعافي نايف يكون في أسرع وقت ممكن نشوفه يخوض لقاء أو اثنين مع نادي ويست هام الفريق الأول، ويكون له مكانة في المنتخب الوطني. لا ننسى تضحية الرجل لا في كأس أفريقيا ولا حتى في التصفيات. أيضا هناك مجموعة من العناصر، يعني على سبيل المثال للحصر حكيم زياش ما بين اللعب والجلوس على مقاعد البدلاء. نحتاج لكي نرى حكيم بطريقة يعني بظهور أفضل مع ناديه. هناك أمين حارث كما قلنا، يعني كلاسيكو الكرة الفرنسية مع مواجهة باريس سان جيرمان للأولمبيك مارسيليا كان متحرك، كان دينامو، كان ظهر بشكل جيد جدا، بغض النظر عن مشكلة تبقى دائما لدى حارث أنه هو لاعب مهاري، لاعب يعشق المراوغات، لاعب يخلق لنفسه مجموعة من المساحات من أجل أن يعني يريح لاعبي خط الهجوم من حوله ويقدم تمريرات جميلة. ولكن بعض الأحيان تكون هناك المبالغة. هذه أمور ربما لابد أن يلتفت لها السيد وليد الركراكي. ولكن في المجمل أمين سيكون من مواهب كأس العالم اللافتة الملفتة للانتباه بإذن الله. مجموعة من العناصر الأخرى، هناك من ظهر بوجه سيء نهاية الأسبوع، داري مع بريست، يعني خطأين فادحين كلف فريقه ثنائية، ولكن يحدث ذلك في عالم كرة القدم، يعني من لا يخطئ لا يصيب. ولكن مهم أمور تحتاج إلى مراجعة. معلش ما نحكموش وما نظلموش الدري في بداية احتراف داخل القارة الأوروبية، إيقاع اللعب، الضغط العالي، كاين أمور بزاف اللي الإنسان كيكتسبها مع الخبرة. إذا قلنا وليد ما بين المسلمات وما بين الأسماء التي تتأرجح بين الحضور والغياب. هذه الأسماء لا أعتقد أن مثلا منها أناحي على سبيل المثال للحصر، لا أعتقد أكيد منها سايس، لا أعتقد منها حارث، لا أعتقد أنه غيكون منها ياسين بونو، لا أعتقد أنه يعني هذه الأمور واضحة. عنده مجموعة من الركائز الأساسية التي يبني عليها منتخب المونديال. ولكن هناك بعض الأسماء التي كانت في التصفيات، يعني مثلا حين نتحدث عن ريان مايي، كان هداف رفقة أيوب الكعبي. مايي لعب كبديل والكعبي بقي في المدرجات، لم يشارك في معسكر إسبانيا. فما هي الخيارات الآن التي ستكون لدى وليد؟ الخيار الأول والأخير سيكون هو متابعة هذه الأسماء، مقارنتها بوليد شديرة لاعب بارما، صابيري نجم سامدوريا كان مميزا داخل المنتخب الوطني وفرض نفسه، هل هو يدخل ضمن 60%؟ هذه كلها تساؤلات. ستوضع التشكيلة وتبعث للفيفا قبل 14 من نوفمبر، هو الدليل الأخير، التاريخ الأخير. سيرسل أو ترسل القائمة. ولكن وليد تحدث عن مباراة ودية ستخاض هناك في قطر. هذه المباراة الودية، وهذا مش خبر، ولكن بعض المصادر تقول بأنها ستكون
مع الدنمارك. الخيار الأول هو منتخب الدنمارك. هناك محاولات من أجل اللعب مع الدنمارك، ولكن إن لم يتسنى للمنتخب الوطني اللعب مع الدنمارك سنواجه في قطر منتخبا أفريقيا، أظن أنه منتخب الكاميرون. إذن يا الدنمارك يا منتخب أفريقي، والمرجح أن يكون منتخب الكاميرون. فترة قصيرة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني هناك في قطر، فعلى الأقل مباراة ودية واحدة قد تكون كافية من أجل انسجام، من أجل التعرف على التشكيلة الأساسية التي ستخوض أول لقاء هناك في مونديال قطر. مما تحدث عنه أيضا وليد الركراكي الإشكالية أو الجدلية التي رافقت معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا، والتي كان بطلها هو نصيري. نصيري كثر عنه الحديث. هناك من ذهب أبعد من ذلك وبدأ بالتنمر. يبقى نصيري أحد مواهب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، يبقى اللاعب الذي وصلت قيمته السوقية لأكثر من 25 مليون يورو، يبقى اللاعب الذي كان يعني تحت رادار مجموعة من الأندية الإنجليزية، هداف لنادي إشبيليا، سجل في اليوروبا ليج، سجل في دوري الأبطال، سجل نهاية الموسم الماضي هدف منح فريقه مقعدا في دوري الأبطال. يعاني من مرحلة فراغ نعم، ولكن بالنسبة لوليد أن احتضان هذا اللاعب، رعايته، تشجيعه، تحميسه وتحفيزه يبقى قائما. خلينا نسمع وليد شنو قال في لقائه مع الرمضاني حول نصيري اللي يرجع ليه من جديد لكي يوضح ما يمكن توضيحه حول هذا اللاعب. سيري سهلة، سيري بحال اللي كنقول أنا مغربي حر، بحال اللي كنقولوا. كنا في كونفيرونس دو بريس، واحد صحفي اسبانيولي ماشي مغربي سولني، هو ديال بيتيس سيفي، علاش كنا كنترينو في التيران ديال بيتيس سيفي، سولني على نسيري واش غدير المونديال وبحال اللي كيحقر الولد مغربي في بلاد ديال برا. قالوا واش دابا هو ما غاديش مزيان، واش بعدا غيقدر يمشي المونديال. وانا مغربي حار وكتعرفوني الهضره ديالي، انت بغيتي تدخلني في المغربي ديالي غنوريك غيمشي وغيمشي، بغيتي ولا ما بغيتيش. ولا باسكو ترجمت، انا هضرت اسبانيوليه وترجمت وقلت الولد غنعاونو علاش مغربي، علاش حنا عارفين ماشي اسبانيوليين غيعاونوا ولد البلاد، وحنا غنعاونوا. الحق اللي يعجبني في كل شيء هادشي في الاخر اللي فهمني في كاملين هو لوبيتيغي اللي مدرب ديال سيفي، قال فهمت اللي باغي يقول باغي يحطي الحب للاعب ديالو. دونك ملي لوبيتيغي فهمني بعدا هو ولد الدومين الحمد لله. الحمد لله ملي لوبيتيغي فاهم وليد، ولوبيتيغي مشى في حاله، أقيل بسبب الهزائم المتتالية اللي تعرض لها. ولكن على العموم ماشي موضوعنا. من خلال كلام وليد يتأكد صافي السيد مقتنع بنصيري وغيدي نصيري، وخاصة انه لما تم الحديث عن اسلوب اللاعب قال من الصعب بمكان انك تجرب اكثر من اسلوب، وفي نفس الوقت اليوم يعني المساحة الزمنية الممنوحة للأسود لا تسمح بأن يكون هناك مباريات ودية بزاف وأن يكون تجريب لهذه الخطة وهذا النسق إلى غير ذلك. وهذا أمر واضح وربما نتفق فيه جميعا مع وليد الركراكي. على ما يتضح أنه صافي مسألة نصيري محسومة، وخاصة أنه وليد يقول بفلسفتي أن لا يهم من يسجل أن يكون مهاجم داخل كتيبة الأسود. الفريق يلعب من أجل الجميع، one for the all for the one، واحد من أجل الجميع والجميع من أجل ذلك الواحد، وبالتالي لن يلعب على ما يتضح أنه يكون رأس حربة مهاجم صريح هو من يزور الشباك بقدر أن يخلق مساحات للاعبي المنتخب الوطني. وهذا صراحة يعني من خلال الأسماء والقيمة الفنية الموجودة داخل المنتخب الوطني ممكن نقولوا أنه يقدر يعتقك بماتش نايف سايس بضربة رأسية، بحال اللي يقدر يعتقك حكيمي بتسديدة، بحال اللي يقدر يماركي لك بوفال بضربة حرة مباشرة، بحال اللي يقدر الصابيري هو الآخر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بحال اللي يقدر يديرها أوناحي. يعني المنتخب ما واقفش أنه مثلا يكون مهاجم الرئيسي نصيري ولا الكعبي ولا ريان مايي ولا حتى عبد الرزاق حمدولله. هذه الفكرة اللي ربما بغى يوصلها وليد الركراكي، والحماس راح يكون ثم في قطر. هذا أمر مفروغ منه، جماهير غفيرة جدا ستحج من المغرب، من أوروبا، من أمريكا، من كندا، من كل أنحاء العالم، بالإضافة للجالية المغربية المقيمة في قطر واللي بدأت كتقتني التذاكر ووصل ثمنها لأكثر من 2000 درهم مغربية، واقتنت 3 تذاكر ب 6000 درهم يعني، وما عندهاش جرام من المشكل، وحصلت على بطاقتها هي لدخول وتشجيع المنتخب الوطني. فالأجواء غتكون حماسية جدا، والحماس كيخلي اللعاب واخا يكون فيه عنده اللي وقع في روسيا
عندك الطاقه ديال 70% كتولي عندك 140 كتضربها بجوج. علاش؟ الجمهور كيحمس وكيحفز. ولا اعتقد بانه في ظل بعض الامور وبعض بعض الانتقادات وبعض الصور النمطيه اللي المجتمع الاوروبي كيحاول يرسخها اليوم في العقل حول هذا المونديال الى غير ذلك من دونه انتقادات لا مكان لها من الاعراب واستغلوا فيها بعض النجوم، انها غتخلي بزاف الحضور الجماهيري يكون يعني اوروبي غربي بصراحه، على غرار منتخبات اخرى افريقيه وعربيه ستحاول ان تحضر وتشجع. دول امريكا الجنوبيه عندها جماهير وفيه ما كتغيبش عن كاس العالم، فهذا كيسمح انه اليوم احنا مع منتخبين اوروبيين بالاضافه لكندا. كره القدم بغينا ولا كرهنا ماشي رقم واحد كرياضه شعبيه في كندا، فهذا افونتاج للمنتخب الوطني. المسانده الجماهيريه غتكون، فوليد كيلعب على العامل النفسي وكيلعب على المجموعه وليس الفرد. وقالها في الحوار، قال ما عندناش النجم، كنوصلوها لهم في يوم في يومين في سيمانه الممكن يستوعب الفكره انه ما كاينش النجم هي الفرقه، وهذا امر جميل جدا. وربما ابقاء النصيري داخل التشكيله هو يعزز حظوظ اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا 2018. عندنا تقريبا 10 لاعبين الى الركائز اللي بقاو كما قال وليد، ما نساوش دوك 60 الى 70% اللي عنده مؤمن بها، من ضمنها الناس اللي خاضوا المونديال في روسيا، من بونو لسايس لحكيمي لمجموعه من العناصر اللي كانت حاضره في كاس العالم. بالهندم مشى، يمكن يرجع يمكن ما يرجعش، هو كان حاضر في المونديال. فيصل فجر ما بقاش، كان في المونديال. حكيم زياش كان في المونديال وغيكون معنا في قطر. يعني موجودين واحد نصيري تا هو 10 لاعبين تقريبا، وهذول كيكون عندهم خبره ديك الاجواء، فممكن يغذوا اللاعبين الجدد ويعطوهم الطمأنينة في المباريات. أنا كنقول إنه الأجواء العربية مع خوض اللاعبين لكأس العرب، جزء قليل منهم أكيد شافوا ديك الأجواء مع من لعب هناك. مثلا إذا كان بانون راه كيلعب في قطر، مدرب المنتخب الوطني اللي هو السي وليد ترينا بالتحيل القطري وفاز معه بدوري نجوم قطر، فما غتكونش ديك الأجواء غريبة جدا على اللاعبين، ولكن هي أجواء مونديالية بغينا ولا كرهنا. نتمنى ان شاء الله اللاعبين اللي كاينين في المنتخب اللي عندهم خبره يمكنونا من انه يكون دخول في اجواء المونديال بشكل مبكر، ما نحتاجوش مباراه الاولى تمهيدي ويلا من بعد دا تقلب على النقاط. من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، ولكن فقط اشاره لانه من خلال الايحاءات اللي اعطاها وليد هي اللي خلتنا نهضروا في هذا الموضوع. مجموعه ايضا كان كلام من وليد لانهاء اللغط حول عبد الرزاق حمد الله. نشوفوا شنو قال، بما انه عنده كارت بلونش من السيد فوزي القجع. قال هو الذي يختار ولا احد يملي عليه خياراته البشريه، ربما باش يحسن هذا اللغط. نسمعوا مقتطف قصير ونرجع. شوف حمد الله نعاودها باش نسالوا الفيلم مع حمد الله. حمد الله قلتها في لا كونفيرونس دو بريس، ما غاديش نعاودها. كان الناس لي سي نورمال غادي يديروا البوز، سي نورمال. هذه ملي كتدخل في ليكيب ناسيونال ديما كاينه. قبل كانت مع زياش، قبل كانت مع اي لاعب اللي ما كانش كيجي. الحمد لله عيطت له، غنعاودها، عيطت له 2 مرات حضرت معاه. تا مدرب قبل ما درها 2 المرات مزيان. حضرنا، قلت له ولدي راك في لابخي ليست، بقى خدام. ما قلتلوش غتجي ولا ما غاديش تجي، ولا راك في لابخي ليست بحال اي واحد، بحال فجر، بحال تهرب، بحال اي واحد اللي ما جاوش لو ديرني ستاج. بقى خدام وحنا تابعينك وسالات الامور ديال الحمد لله. ومن بعد قلت في لا كونفيرونس دو بريس يقدروا يعاودوها الصحفيين الاولى داروا الخدمه ديالهم. قلت الولد علاش قالوا لا، قال ما لعبش. ما قلتش ما لعبش، قلت كان سسبوندي، حل المشكل ديالك ولا حليتي مزيان ليك. من بعد لعب ماركي البيوت بحال اللي كدير ديما، ومن بعد غيكون لو شوا ديالي. ومن بعد قلت انا لو شوا ديالي ما غاديش يجي في هذا الستاج، قلت سي مون شوا. بغيت نشوف لي زاتاكون اللي كانوا قبل، وكان ديك الشيء ديرا كنت باغي نشوفو، ما كنتش كنعرفو، باغي نشوفو. والموضوع هو هذا، سالات الهضره. اذا هذه هي فكره وليد عن عبد الرزاق حمد الله، ووضحها وما استشف. أنا الموضوع واضح، يعني لا يحتاج لتبرير او تفكير. عبد الرزاق مواصل مع ناديه. عبد الرزاق غاب عن المنتخب، يعتبر من بين الهدافين المنتخب الوطني، حصيلته 11 هدف مع قله الحضور اللي حضر مع الاسود. وفقط يعني مساره يجيب، وتبقى كل الامور بيد المدرب. وليد الركراكي هو حر في خياراته كما قال، انا حر. ووجه الرساله لحمد الله قبل
معسكر إسبانيا ووضحها، ولكنه وضعها حمد الله في خانة تعرابت، فيصل فجر وآخرون اون ستاند باي. احنا كنعرفوا انه يعني لا فجر لا تعرابت لا غيره من الصعب بمكان ان لم يكن من المستحيل انه يتواجد فيهم عنصر. صح كيلعبوا في دوريات خليجيه، ولكن مستواهم حتى في الدوريات الخليجيه يعني ما زال، يعني ربما نقولوا رحيمي مثلا سفيان بعد الثنائيه اللي سجل مع ناديه العين في مرمى الوحده جميله جدا ومقدم مستويات جيده هذا الموسم، ربما الاولويه انه يكون في لا ليست داتونت على اكثر من تعرابت واكثر من فيصل فجر، وينافس حتى هو مع حمد الله على خط الهجوم في المنتخب الوطني بالنظر للمستوى الذي يقدمه. ما لفت انتباهي في حوار وليد أن وليد اليوم للأسف يسقط في فخ ما وقع فيه من سبقوه، ماشي مشكل، ولكن ما يكونش ذا أثر كبير جدا. كل ما هدر وليد عن فكرة ودافع عن فكرة، لعل النصيري يقول الصحافة ما عرفتش تفسر، فهمني لو بتيجي. عنده عتب ولوم للصحافة الوطنية، عنده عتب ولوم على من يريد البحث عن البوس باش يخلق لنفسه اسم ولا يدير البوز بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. انا اللي كيهمني انه محل اللي قال وليد مثلا قال لهم لوبجيكتيف كاس افريقيا، ولكن ماشي ما غنمشيو لكاس العالم ما نديروا والو، باش ما يجوش يقولوا من بعد وقالوها فيا وغيقولوا لك ارحلوا. اي مدرب اي شخصيه عامه معرضه للنقد، اخباره يتم تداولها تفسيرها بطريقه او باخرى. لا نريد لوليد ان يدخل في يعني علاقه بارده مع وسائل الصحافه والاعلام، ولا نريد أن يكون أيضاً مهتم ومبالي بكل تدوينة بكل تغريدة بكل بوست كيتحط على المنتخب على اللاعب إلى غير ذلك. صح هناك قضايا جدلية لطالما أثيرت حول المنتخب الوطني، النيبت في فترة بدو الزاكي، بعد ذلك حسين خرجة أيامات رشيد الطوسي، مرة حكيم زياش في فترات متلاحقة مع رونار ووحيد خليلوزيتش، وهي غادة. اليوم حمد الله هذه هي سنة الحياة، دائما وابدا كيكون عندنا عنصر ولا جوج يخلقون الحدث، اللي كيجي واللي ما كيجيش، فهذه امور مفروغ منها، ولكن ما يكونش دائما وابدا تركيز من الناخب الوطني على ما يقال. نعرفوا انك انت متابع حاضر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الا ديتي في هذه الحوايج ربما غادي تلهيك على الخدمه ديالك، وقد تخلق لنفسك بعض الاعداء المحتملين، وهما كاع يقدروا ما يكونوش اعداء ليك، فقط هما ماشي داروها بالطريقه باش بحثا عن البوس، ولا داروها باش يخلقوا الحدث ولكن داروها تناولوها كخبر موجود على الساحه الرياضيه، وهذاك خبر دار حاله وانتشر. ولكن دائما وابدا النوايا هي اللي كتحكم في النهايه، نوايا طيبه او نوايا خبيثه. اصحاب النوايا الخبيثه ما عندك ما دير بهم، ما تتعاملش معهم، ولكن دائما وابدا حاول تحافظ على العلاقه ديالك مع وسائل الاعلام. اعتقد فيهم كثر يهمهم غير المصلحه الوطنيه ومصلحه المنتخب الوطني. هناك من يفسر بطريقة قد لا تعجب البعض، ولكن هذا لا يعني أن هناك عداوة. بالتوفيق الوليد، وإن شاء الله تكون مرحلة مقبلة، مرحلة مراقبة اللاعبين وإعداد التشكيلة النهائية تكون سهلة على الطاقم الفني، لأنها مأمورية صعبة وصعبة جدا. وإن شاء الله الخير الجاي يكون هناك في قطر، ونشوفوا حتى ملامح المنتخب الوطني بالتشكيلة الأساسية الرسمية